السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض محافظة الإسكندرية، صفحة 228 و 229، كتاب الأضواء. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك بقى والاشتراك كده في القناة عشان يوصلكم كل جديد من حل المحافظات والمراجعات ليلة الامتحان بأمر الله. نقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك أكمل العبارات الآتية باستخدام الكلمات بين القوسين. بيزداد طول النبات وعدد أوراقه عند وضعه في ضوء الشمس. الكائنات المحللة بتعيد العناصر الغذائية للنظام البيئي. درجة غليان الماء وتحوله إلى بخار بتساوي 100 درجة مئوية. يعتمد نوع أسطح المنازل على الظروف المناخية. بما تفسر تعتبر الشعاب المرجانية ذات أهمية كبيرة للكائنات الحية. هتقوله لأنها بتعد الموطن الطبيعي للعديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك والطحالب. لأنها بتعد الموطن الطبيعي للعديد من الكائنات البحرية مثل الأسماك والطحالب. صوب ما تحت خط. عملية بتستخدم في فصل مخلوط من الماء المالح بتسمى التبخير. تنتقل البذور خفيفة الوزن بواسطة الرياح. هتقوله هنا الحجم هو مقدار الفراغ الذي تشغله المادة. الشرايين بتنقل الدم المحمل بالأكسجين من القلب إلى جميع أجهزة الجسم. خلاص يا شباب، ضع كل كلمة في مكانها المناسب. هتقوله في الأول هنا عشب، وبعد كده فأر، وبعد كده أفعى، وبعد كده صقر. اختر الإجابة الصحيحة. يستخدم غاز الهيليوم في تعبئة البالونات. تمثل الكائنات الدقيقة في البيئة البحرية الكائنات المنتجة في الشبكة الغذائية. بتنقل أوعية الخشب الماء والعناصر الغذائية من الجذور للساق والأوراق. كل مما يلي بيعبر عن التغيرات الفيزيائية ما عدا تكون الصدأ. انظر للشكل المقابل ثم أكمل. غاز ثاني أكسيد الكربون ده ضروري لعملية البناء الضوئي. الغاز الناتج هيكون غاز الأكسجين. حلنا صفحة 228 يا بطل. ننتقل لصفحة 229. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، كنت متشكرة جدا ليكوا، يبقى انتوا كده بتساعدوني ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائكم وزمايلكم والكل يستفاد بأمر الله. اختار الإجابة الصحيحة. بيعتبر الصبار في الشبكة الغذائية الصحراوية كائنا منتجا. تتسبب المواد البلاستيكية في موت الكائنات البحرية التي تتغذى عليها. يستخدم معدن النحاس في صناعة الأسلاك الكهربية. المواد الغازية بيتشكل أو بيتغير شكلها وحجمها بتغيير شكل وحجم الإناء الذي توضع فيه. لا يا شباب، مش المواد الغازية، لا ده المواد السائلة. خلاص، السائلة. يبقى المواد السائلة دي بيتغير شكلها وحجمها بتغيير شكل وحجم الإناء اللي بتوضع فيه، سوائل يعني. طيب اكتب المصطلح العلمي. أوعية بتقوم بنقل الجلوكوز من الأوراق لبقى أجزاء النبات. هتقول له أوعية اللحاء. ضع علامة صح أو خطأ. قابلية الخشب للاحتراق من الخصائص الفيزيائية للمادة. هتقول له خطأ، ده من الخصائص الكيميائية. طيب من أمثلة المواد السائلة الماء والأكسجين. هتقول له خطأ، لأن الماء ماء سائل، أما الأكسجين فبيكون غاز. فطبعا الإجابة دي إجابة خاطئة، معذرة طبعا. يلا يا بطل. يتكون النظام البيئي من كائنات حية وأشياء غير حية. هتقوله خطأ. تقوم أوعية الخشب في النباتات بعملية البناء الضوئي. هتقوله خطأ. طيب ماذا يحدث للشعاب المرجانية عند ارتفاع درجات حرارة المية؟ هتقوله تطرد الشعاب المرجانية الطحالب وبتتحول لونها إلى اللون الأبيض. يبقى تطرد الشعاب المرجانية الطحالب وتتحول لونها للون الأبيض. أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من بنك الكلمات. الانصهار والتجمد وجسيمات والبناء الضوئي وجوز الهند. تعتبر عملية البناء الضوئي أساس الحياة على الأرض. تنتقل بذور جوز الهند عن طريق الماء. عملية تحول قطعة الثلج إلى ماء بتسمى بعملية الانصهار. تتكون المادة من جسيمات متناهية الصغر. اذكر مثال لكائن محلل. هتقوله البكتيريا والفطريات. كده حبايبي نكون وصلنا نهاية الفيديو. حلنا صفحة 228 و 229 كتاب الأضواء علوم الصف الخامس. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة يا شباب. مع السلامة، ربنا ينجحكم جميعا يا رب.